السينابون رولز احلى واطعم من الجاهز. بعد الفيديو دوت مش هتشتري سينابون من رولز من بره تاني، هتعمليه في البيت بمكونات متوفره وهيطلع معاكي اطرى واهش سينامون رولز ممكن تجربيه بجد. هيبقى ادمان بالنسبه لك، هيطلع معاكي بالجمال والشكل اللي انت شايفاه دوت. وكمان هنعمل الصوص الجبنه اللي بتحط فوقيه كده، صوص لذيذ، وهنعمله بمكونات سهله وسريعه جدا وبسيط جدا، زي ما انتم شايفينه كده شكله يتحدث عن نفسه ما شاء الله. طري جدا وهش جدا 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 زي ما انتم شايفينه. بصوا يعني اطرى واحلى واطعم عجينه سينابون ممكن تجربوها. بعد الفيديو ده هيبقى ادمان ليكوا السينابون وهتعملوه على طول، وهيبقى سهل وانتوا بتعملوه كده في البيت. هيديكم ريحه تحفه وطعم لذيذ جدا، كل اللي بيحبوا هيعجبوا الفيديو ده جدا. فيلا نسمي بسم الله ونبدا في المقادير. وقبل ما نبدا في المقادير، لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس، واعملي لايك لو عجبك الفيديو. مبدئيا كده اجيب بوله واحط كوبايه ونص من اللبن يكون دافي، وهحط 3 معالق كبار من السكر، وهحط كمان معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه صغيره من الخل، ومعلقه كبيره من اللبن البودر. واقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا جدا جدا، واتاكد ان اللبن بتاعي يكون دافي علشان الخميره طبعا. واقلبهم كويس جدا، احط بس رشه من الملح، وزي ما قلت لكم اقلبهم كويس جدا واتاكد ان الخميره دابت معايا والسكر داب واللبن والحاجات دي كلها كده تداخلت مع بعض. بعد كده هنزل بقى ب3 كوبايات من الدقيق. انا هحتاج 3 كوبايات وحوالي كده اقل من ربع كوبايه من الدقيق، بس انا سبت الربع الاخير دوت بحطه في الاخر على حسب العجينه وبشوف قوامها. فحطيت كده 3 كوبايات من الدقيق مع نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وبعجن كده كويس جدا مع بعض. بقلبهم كده بالبدايه كده بالمعلقه، وبعد كده هعجنهم بايدي كويس جدا. شايفين حسيت العجينه طريه فزودت كده معلقتين، يعني هي خدت حوالي 3 كوبايات من الدقيق ومعلقتين كده كبار يعني هرميين. وهكتب لكم برضو كل المقادير في صندوق الوصف تحت عشان تبقى سهله بالنسبه لكم. اعجنها بقى كويس جدا جدا كده بايدي، وده كده قوام العجينه، لسه ما حطيناش الماده الدهنيه. زي ما انتم شايفين كده قوامها عجينه ملمومه، وفي نفس الوقت مش بتلزق قوي لان طبعا لسه في الزبده، فعشان لما نحطها ما تبقاش العجينه طريه معانا قوي، ويعني طريه بزياده. احنا عايزينها طريه وبتلزق عشان تبقى هشه معانا في الاخر، ولكن تبقى قوامها مظبوط وحلو واللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. طيب بعد كده ما وصلت للقوام ده والعجينه اتلم والدقيق اختفى، ببدا ان انا احط مع حوالي معلقتين كبار كده مليانين من الزبده. الزبده تكون بدرجه حراره الغرفه. وزي ما انتم شايفين حطيت كده الزبده وشكل العجينه كده فصل كده معايا وشكلها خشن ومش ناعمه. طبعا ده كله ما تقلقيش خالص، كملي عجن فيها والعجينه هتبدا تطرى معاك. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هتشوفوا بقى بعد ما عجنت فيها شويه حلوين كده، يعني لا يقل عن 10 دقايق كده عجن متواصل. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ العجينه رجعت لمت تاني، بقت ناعمه وطريه ومش بتلزق في ايدي. شايفين التلزيقه الخفيفه؟ يعني هي عجينه طريه ولكن ما بتلزقش. شايفين شكلها؟ هو ده القوام اللي احنا عايزينه. زي ما قلت لكم هي خدت 3 كوبايات ومعلقتين كبار من الدقيق بالظبط على الكميه دي، يعني هو حوالي نص كيلو من الدقيق. وزي ما اتفقنا هكتب لكم برضو المقادير كلها في صندوق الوصف. هسيبها بقى كده اغطيها كويس قوي واسيبها تخمر وترتاح براحتها. اثناء ما هي بتخمر نجهز بقى الحشوه بتاعه السينابون. اول حاجه عشان كده ما انا محتاجاها نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من السكر ابيض او سكر بني يفضل لو عندك، معلقه صغيره من الكاكاو الخام، و3 معالق كبار صغيرين من القرفه. يعني انا حطيت هنا معلقتين في البدايه وانا بحبها زياده فحطيت معلقه ثالثه. لو انت كمان بتحبيها حطي يعني اللي انت حباه، يعني فيما يقل عن معلقتين من القرفه. قلبتهم كده كويس جدا مع بعض، ودي تبقى حشوة القرفة. اركنها بقى على جنب ونرجع للعجينة مرة تاني. زي ما انتم شايفين كده شكلها بعد ما اختمرت ما شاء الله، عجينة هشة وملمسها قطني جدا وتحفة بجد تحفة. ابدا بقى كده ارش كده الرخامه بشويه من الدقيق حلوين كده عشان العجينه ما تلزقش معايا اثناء الفرد، وابدا ان انا افردها كده على شكل مستطيل، واحاول برضو كده ان انا ارفعها كده ما بين فردة وفردة، واتاكد ان تحتها دي عشان بعد كده ما تلزقش مني اثناء ما انا بعملها رول والدنيا تتبهدل مني. بفردها بقى كده كويس جدا، ما تبقاش رفيعه قوي ولا تخينه قوي بالسمك اللي انتوا شفتوه دوت. واكون محضره معايا 3 معالق كبار من الزبده تكون طريه زي ما قلت لكم. وكل ما استخدمت نوع زبده كويس كل ما كان عجينه السينابون او السينابون رولز طلع في الاخر معاكي طعمه حلو وبيشبه اللي احنا بنجيبه من الاماكن المشهوره.
ففردت كده الزبدة عليها كده كويس جدًا، طبقة كده حلوة من الزبدة على كل العجينة بالشكل دوّة. وبعد كده نجيب بقى الحشوة اللي إحنا عملناها اللي هي السكر والقرفة والكاكاو، بابدأ كده إن أنا أرشها عليه كده بالشكل ده، كلها كده بالشكل ده. وزي ما قُلت لكم بقى الحشوة تقدروا تكتروا بقى قرفة، هي طبعًا بتبقى حلوة جدًا، جدًا من لمّا بتكتري فيها القرفة، بس طبعًا دي أذواق. لو أنتِ حابة القرفة كتير فحطي معلقتين 3، 4 زي ما أنتِ عايزة. أنا حطيت هنا 3 طعمها كان لذيذ والقرفة ظاهر فيه وحلوة جدًا. لو أنتم ما بتحبوش القرفة فتقدروا إن أنتم تقللوا فيها وتزودوا بس شوية من الكاكاو. فبابدأ إن أنا كده أحط كده الحشوة بتاعتنا كده على الزبدة، وبعد ما أوزعها على كل العجينة بابدأ إن أنا أضغط عليها بس ضغطة بسيطة عشان أتأكد إن الحشوة لزقت أو مسكت في الزبدة وفي العجينة وبقت كل عبارة عن حاجة واحدة، وما لهاش كده متفرتكة من بعض والحشوة تقع مني بعد كده أثناء ما باقطعها. فاتأكد كده أديها دوسة خفيفة، وبعد كده بابدأ إن أنا أعملها رول زي ما انتم شايفينها كده، رول كده اسطوانة كده باجمعها كده واتأكد إن ما فيش أي فراغات، وبابدأ أقفل كده الآخر حتة كده بالشكل دوّة. وآخر حتة يُفضّل إن أنتِ ما تحطيش فيها سكر وقرفة والحشوة اللي إحنا حطيناها عشان نقدر نقفلها بيها. طيب كده خلّصنا بقى كده وعملنا الرول، بعد كده بابدأ أفضل طريقة إن أنا أقطّع بيها السينابون هي الخيط بصراحة. يعني أنا على طول، على طول باعمله بالخيط بيطلع معايا الشكل متناسق وجميل وزي الفل، أحسن من السكينة وأسرع كمان. لو أنتِ حابة تستخدمي السكينة براحتك، دي حاجة ترجع لِك. أنتِ بس بتمسكي الخيط بس تقطعي خيط كده وتعمليه كده زي العقدة على العجينة وبتتقطع معاكِ بكل سهولة. بتحددي المقاس اللي أنتِ عايزاه أو بالنظر كده لو أنتِ تقدري تحددي على طول اقطعي، أو ممكن تقدري إن أنتِ تعلّمي كده بالسكينة قبل ما تقطعي بالخيط. قطعتهم كده كلّهم بالشكل ده، ودهنت البايركس أو الصينية اللي أنتِ هتحطي فيها السينابون شوية من الزبدة، وبابدأ إن أنا أحط فيها وأرص فيها السينامون. شايفين بقى شكله ما شاء الله، شايفين الرولات كده، يعني شايفين الطبقات كده من القرفة والعجينة كلّها مضبوطة بالملي، الحجم كلّه مضبوط كده. وبابدأ إن أنا أحطه في الصينية اللي أنا هاخبز فيها، وأسيبه بقى يخمر يعني لا يقل عن ربع ساعة، يعني برضه على حسب الجو الغرفة عندِك. أحط برضه باقي الكمية في صينية تانية ومش باضغط عليه، يا دوبك بس ضغطة خفيفة جدًا، جدًا، وبارصه كده وطبعًا باسيبه يخمر. وهاوريكم شكله بعد ما يتضاعف حجمه ما شاء الله، يعني بيملي بقى الصينية وبيدخلوا على بعض كده وبيبقوا شكلهم ممتاز. شايفين بقى الجمال يا جماعة بعد ما خمر؟ ده شكل العجينة كده أو الcinnamon rolls بعد ما خمر، خطير، خطير بجد، والريحة تحفة قبل ما يستوي كمان، يعني الريحة كده عامل mix رهيب. هادخّله بقى الفرن على درجة حرارة 190، بياخد من 10 ل15 دقيقة وبيطلع معانا خطير جدًا، جدًا. أثناء بقى ما هو بيستوي في الفرن بقى أدخّله الفرن، هنحضّر معانا الصوص الكريمي اللي إحنا هنحطه من فوق أو صوص الجبنة. أول حاجة كده محتاجة معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار من الكريم شانتيه، 3 معالق كبار من الحليب البودر، وباقلّبهم كويس جدًا دول مع بعض كويس جدًا، جدًا كده على بعض كده. وبعد كده بانزل عليهم بفنجان من الحليب، باضربهم كويس جدًا بالمضرب يكون ساقع، بس الفنجان الحليب يكون ساقع، واضربهم كويس جدًا بالمضرب. بعد ما يبقوا بالقوام دوّة هاحط عليهم 4 معالق كبار من الجبنة الكريمي أو 8 مثلثات من الجبنة، سواء مثلثات أو الجبنة المربعات، يعني 8 من ده أو 8 من ده، أو 4 معالق كبار من الجبنة الكريمي باحطها عليه. وباقلّبهم كويس جدًا، جدًا بالمضرب الكهربائي. وبعد كده بانزل عليهم ب3 معالق كبار من الزبدة تكون طرية، أنا دي ما اتصورتش معاكم بس أنا حطيتها 3 معالق كبار من الزبدة الطرية وباضربهم كويس جدًا بالمضرب. لو حسيتِ إن الصوص معاكِ تقيل أوي باضيف بس شوية من الحليب، يعني بازوّد شوية من الحليب بحيث إن الصوص يبقى معانا طري السينابون كده يتشبعوا ويشربوا كويس أوي. زي ما أنتم شايفين كده ده قوام الصوص، وزي ما أنتم شايفين برضه الcinnamon rolls طلع من الفرن والريحة جبارة يا جماعة، تحفة جدًا. وزي ما أنتم شايفين كده خد اللون التحفة أوي وجميل واتنفخ زي ما شفتوا كده وبسيط أوي، وزي ما قُلت لكم ما خدش وقت خالص في الفرن من 10 ل15 دقيقة، بيطلع معاكِ تحفة واخد اللون اللطيف اللي أنتم شايفينه ده. لو احتاج بس إن هو ياخد لون زيادة من فوق شغّلي الشواية. أول ما بيطلع كده من الفرن باسيبه يهدى شوية كده، وبعد كده بابدأ إن أنا أحط له الصوص الكريمي اللي إحنا عملناه اللي هو صوص الجبنة.
وفي الاخر كده بزينه بصوص الكراميل، وده افضل صوص بالنسبه لي، بيبقى لايق جدا كده مع الصوص الجبنه اللي احنا حاطينه، وخصوصا مع القرفه. طعم القرفه مع الكراميل بيبقى خطير، بيبقى في حته تانية خالص. لو حابه تحطي صوص شوكولاته، لوتس، زبده الفستق، زي ما انتي حابه عايزه تاكليه كده، بيبقى خطير جامد جدا. بحط كمان شويه كده من العين الجمل المجروش، خطير برضو جدا. من يعني الثلاث ميكسات دول مع بعض، الكراميل مع القرفه مع العين الجمل، بيودوا السينابون في حته تانية خالص، يعني هو ده كده الاصلي. فحطيت كده عليه شويه كده من العين الجمل المجروش مع الكراميل، وقلت لكم بقى الصوص اللي احنا عملناه الخطير دوت صوص الجبنه، بجد تحفه جدا. شايفين بقى شكله والهشاشه بتاعته ما شاء الله. وكمان لسه هقطعه لكم بقى عشان تشوفوا وتتاكدوا من جوه شكله عامل ازاي وطري قد ايه. بصوا وانا بطلعه مفيش اي حاجه لازقه، واخد اللون الذهبي الخفيف جدا والجميل، ومستوي من جوه. وهوريكم برضو شكله عامل ازاي من جوه، بجد خطير. وطبعا اول ما بيطلع كده من الفرن نبدا ناكله. انا بحب اكله جدا وهو دافي، بيبقى لذيذ جدا، والصوص نازل كده من عليه، بيبقى خطير خطير خطير. شايفين بقى كده، شايفين يعني وانا بقطعه اصلا مش مستحمل، بجد هش جدا. وهش عجينه وقطر عجينه، ممكن تجربوها، خطيره جدا. بصوا من جوه عامل ازاي يا جماعه، هش ازاي بطريقه يعني تحفه، وطري جدا جدا، يعني بينافس بجد السينابون الاصلي. يا رب تجربوه ويعجبكم. من اسهل وزي ما انتم شايفين كده المكونات متوفره، واعتقد ان احنا ما استخدمناش مكونات كتير ولا مكونات غريبه، كلها متوفره في اي بيت. يا رب ان شاء الله السينابون رولز النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده. باي باي.